أغلبنا عنده برشا نعم وقدامه برشا حاجات محلاها وماهوش فايق بيهم. وقتاش يفيق بيهم؟ كي يخسرهم. ما قلتلكش كان يخسرهم، قلتلك كي يخسرهم. خاطر بطبيعة الحياة متاعنا راهو حتميا انك باش تخسرهم، معناتها في الاخر من غير ما تكسر راسك باش تخسرهم. نعطيك اكزومبل بسيط. امك وابوك ربي يطول لهم في اعمارهم، تو موجودين. نهار اخر ربي باش يهز نتاعو انت وانا والناس الكل، هذيك هي الحياه نتاعنا كيفاش تمشي. باش تجي مرحله ربي يهز نتاعو، كيلك سوا امك وابوك، كيلك سوا انت، كيلك سوا اولادك. ربي باش تجي مرحله ربي يهز نتاعو. هذوكم مثال امك وابوك، اعطيك اكزومبل من احسن النعم اللي عندك ومن احسن الحاجات تنجم تتمتع بها في الحياه. هاي النعمه قدامك. تو كان جي نسالك شنو هي النعم اللي عندك، يمكن ياسر ما تجبدش حكايه امك وابوك. هو اوكي انت تحبهم من كل شيء، او ماهيش موجوده في مخك اليوم كوم كوا معناتها نعمه وكل شيء ولازمك تقدرها النعمه ذيك وكل شيء. اما كي تخسرها، اسال اي واحد مثل خسر امه وابوه ولا خسر امه هو ولا اي حاجه، الله ربي يرحم الناس الكل. اساله كيفاش كي تحطيت في سيتياسيون كيما هكاك شنو يجي في مخك. يقول لك عرفت قيمه النعمه اللي انا كنت فيها ومانيش حاسس. هذيك طبيعة البشر، يبدأ قدامه برشا حاجات ماهوش فايق بيهم. خلينا نحكي لك على حاجة. شوف، كيما تو كنت مفسر لك راك باش توصل لمرحلة انك باش تخسر النعم اللي قدامك والحاجات اللي قدامك. دونك ماذا بيك تنجم وعندك الوقت، استغل الوقت هذاك باش تقدر النعم اللي عندك والحاجات اللي قدامك. كيفاش؟ ابسط مثال امك وابوك. نعطيك كيفاش معناها برانسيب انك تقدر النعمه اللي قدامك. امك وابوك اللي تعبوا عليك حياتهم الكل معناتها تعبوا باش يكبروك ويقريوك ومصروف وكل والى اخره. اعطيك ابسط اكزومبل كيفاش تقدر نعمتهم. مثال، في عوض ما تمشي تصرف 50 دينار، مثال في تمشي وتخرج انت واصحابك 50 دينار تكسروها في الماكله. يا امي وبا اش قولكم ما نخرجوا نمشوا نتعشوا مع بعضنا؟ اش قولكم ما نمشوا نخرجوا نشربوا قهوه مع بعضنا؟ ما حبوش، امشي جيب ماكله من برا وجيبها للدار تعشيها مع بعضكم، افطروا مع بعضكم. سي لو جيست كي كونت، مش لازم تعمل حاجه واو. هو ماذا بينا انك تكون تعمل حاجه واو وترد حتى شويه من اللي عملوه معك ومعايا. اما سي لو جيست كي كونت. كيما قلت لك، في عوض ما تعدي مثال اغلبيه الوقت مع اصحابك البرا، عدي معهم ساعتين. ما نقولكش ليه ما تعديش معهم، لا لا لا، خليك مع اصحابك اوكي. في عوض ما تعدي مع خمسة سوايع او 4 سوايع، عدي كان ساعتين. بعد تقول لهم ما يسامحوني، خلينا نرجع خلينا نرجع للدار. عدي بقية الوقت مع امك وابوك. خاطر كيما قلت لك اليوم موجودين، غدوة لا، وربي يطول في عمرهم بيان سور. هذا هو كيفاش تقدر النعمة اللي عندك. اصحابك زاد يتسموا نعمة، اعطيهم وقت. امك وابوك نعمة، اعطيهم وقت. دي سيدنا صلى الله عليه وسلم شو يقول لك؟ اغتنم خمسا قبل خمس. شو يقول لك هو؟ اغتنم شبابك قبل هرمك، معناتها وانت مازال صغير قبل ملي تكبر. يقول لك اغتنم صحتك قبل مرضك. ويقول لك هذه الثانية، ويقول لك اغتنم غناك قبل فقرك. والرابع يقول لك اغتنم فراغك قبل شغلك. والخامسة اغتنم حياتك قبل موتك. خلينا نحكي بالكعب الكعب. أول واحدة، اغتنم شبابك قبل هرمك. أنت تو مازلت صغير، مازلت صغير، عندك الانرجي وعندك الوقت. اللي عندك في مخك تنجم تعمل خاطرك مازلت صغير وما عندكش برشا مسؤوليات. من بعد تكبر، لعل عندك لا انرجي وتبدا عندك مسؤوليات نتاع عائله وصغار ودار وكل شيء. هذا كاش يقول لك اغتنم شبابك قبل هرمك. مازلت صغير، اللي عندك في مخك برا باش يعملوا. خلي عندك اثر في المجتمع خاطرك مازلت صغير. من بعد كي تكبر راك ما عادش تلقى مخك باش تعمل حتى شيء. الثانيه يقول لك اغتنم صحتك قبل قبل مرضك. شو معناها؟ ريت انت تو مازلت صحيح لاباس عليك، برا عاون مثال راجل كبير برا باش يعاونو خاطرك انت مازلت لاباس عليك بصحتك. برا باش يعاون الناس اللي ما ماهيش قادره معناتها في صحتها تاعو. مثال تشوف راجل كبير في الكياس متأدي، عاونو باش يبقى شوق الكياس خاطرك انت مازلت بصحتك. قدر نعمة صحتك. انت امشي عاون الناس اللي ما عندهاش نعمة الصحة، صحيح وفات لها نعمة الصحة وما عادش عندها، امشي عاونهم. شفت راجل ولا امرأة كبيرة معناتها ولا حتى امرأة عادية، هز القفة ومروح بها للدار، عاونها ما يسالش، هز روح بها للدار. كيما كيكش معناتها اغتنم صحتك قبل مرضك. الثالثة ايش يقول لك؟ اغتنم غناك قبل فقرك. انت تو عندك الفلوس، مش برشا فلوس، ودي حتى 100 دينار تسمى عندك فلوس. اليوم عندك 100 دينار، غدوة تصبح حتى على الزيرو عادي، ما تعرفش على الدنيا. اليوم عندك 100، غدوة تصبح على زيرو. ماذا بك اليوم عندك 100 دينار، امشي تصدق انت 10,000. اغتنم غناك قبل فقرك، باش نهار اخر تلقاه. خاطر كي تولي فقير صحيح ما عادش تنجم تتصدق بيهم، فهمت؟ ما عادش تنجم تعاون العباد. بما انك مازال عندك نعمة الغناء، امشي تصدق على العباد.
أو كيفاش تقدر نعمة الغناء. الرابع اغتنم فراغك قبل شغلك. هذه مربوطة شوي بالأولى، اغتنم شبابك، اغتنم فراغك. هاك تو أنت مثلا في عطلة صيف، هاك قاعد ما عندك ما تعمل حتى شيء، فراغ. اغتنم وقت الفراغ هذاك، طور روحك، طور السكيلز نتاعك، تعمل فورماسيون، اعمل اي حاجه، باش من بعد كي تولي معناتها مشغول وكل شيء، تلجا انت اغتنمت الفراغ نتاعك وعبيت الباجاج نتاعك، تلقاه وقت اللي انت تبدا مشغول. هذاك هو كيفاش تقدر نعمة الفراغ نتاعك، وينطبق على الحياة الكل. كل ما تبدا عندك فراغ، ما تمشيش تطيشوا مثال في قهوة، تقعد في قهوة معناتها بدون أي سبب لا معنى، قاعد تضيع في الوقت، ولا تمشي تضيع في الوقت تهمل مع أصحابك. لا لا لا، الفراغ متاعك حطه في حاجة تصلح، اعمل بيه حاجة باش تنفعك. هذا واش معناتها اغتنم فراغك قبل شغلك. واخر واحدة يقول لك اغتنم حياتك قبل موتك. هذا هو هذه بريسك نفسها مربوطة بالباقي الكل. ماذا بيك مازلت حي، وربي يطولك في عمرك انت وعائلتك الكل، ماذا بيك مازلت حي، حاول اعمل امباكت في البشرية، حاول اعاون البشرية، حاول بدل فيها شوي، حاول بدل المجتمع. ابدا باصحابك، من بعد ابدا بحومه، من بعد ابدا بولايه، حاول بشوي بشوي. لكن شو معناتها اغتنم حياتك قبل موتك. ونفس الشيء اللي عنده خوات، ذوك مزاد نعمة، خاطر برا امشي شوف واحد معناتها طفل براسه في العيلة، وصلوا كيفاش بالليل الوضع هكاك معناتها وانت وحدك في العيلة. تقول لك فدا وما لقيت حتى معناتها مع شكون يحكي، وما لقى حتى حد من معناتها اكبر منه باش يوجهه ابرم ابوه، ما لقى حتى حد باش يوجهه في الثنية الصحيحة. انت كي ضل عندك خوات بنات، كيف سواء بنات ولا اولاد، هذه هذيك النعمة وانت ماكش فايق بها. ربي يطول لنا في عمرهم الناس الكل. اما اللي فات ربي يهز نتاعو، وانت تعرف شو معناتها النعمه. اسال اي واحد معناتها خوه، خوات هذه عطيتك اكزومبل تاع الخوات، اسال اي واحد خواته مشاو عليه تقول لك حسيت بارتي مني مشيت. وهو كان ترجع له من قبل، ما يقول لك عادي اوكي عندي خويا اوكي، موش في بالو هذاك النعمه. هذا واش معناه؟ اغزر اعمل اناليز لحياتك انت، شوف ايش عندك قدامك، ابدا شد ورقه وستيلو، هكا هكا عندي امي وبابا، عندي فلوس، عندي صحه، عندي كذا 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 كذا. هذوك من كل نعم وحاجات باهية في حياتك، استغلهم قبل ما يمشيو. كيما قلت لك، فهم باش توصل 50,000 ماكلة مع أصحابك، اشري ماكلة وروح بها لداركم. معناتها تتعشاو مع تتعشى مع العيلة، معناتها اشري ماكلة لداركم وتعشاو مع بعضكم. هز خرجهم مشيو سينما، هز خرجهم مشيو يعملوا قهوة، كيما كيك عديو الوقت مع بعضكم. استغل الوقت اللي انت عندك معاهم ما قبل ما ربي يهز نتاعو، وربي يطول لنا في عمرهم أكيد. نفس الشيء كما كنا نحكي، استغل وقت فراغك قبل من اللي تولي من بعد مسؤوليات ودنيا. ماذا بك تو عندك كان قرايك هو وراك، ما عندك حتى شيء اخر، لا مرأة لا صغير لا حتى شيء، تسمى ما عندك حتى مسؤوليات. استغلوا الوقت هذا وتصرف باش من بعد كي تكبر، على الاقل تلقى جا عملت باز مريقل كذا، عندك وقت فراغ عملت فيه الباز باش كي تكبر ترتاح. هذه اتعب اتعب في صغرك باش كي تكبر ترتاح. نفس البرانسيب. كاو سيدي، ميرسي على الوقت اللي عديته لهنا، ملتقينا في الفيديو الجاي.